الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. رغم أنه موضوع هذا الفيديو يتناول الشأن الكردي وتجربة أحد الزعماء الكرد المعروفين الكبار والمؤثرين في الحياة السياسية الكردية حتى يومنا هذا، وهو يعني الزعيم الكردي الراحل والرئيس العراقي السابق مام جلال طالباني. رغم أن الموضوع كردي، لكن لا يمنع أن أنشر هذا الفيديو باللغة العربية، لأنه الكثير من الأصدقاء آه، عندما أنشر فيديوهات باللغة الكردية يعاتبونني أنه نحن أيضا نريد أن نفهم يعني ماذا تقول أو المواضيع التي تتناولها، لأنه نريد أن نستفيد، يعني أن تكون الفائدة عامة تعم الكرد والعرب فيما يتعلق بالمواضيع التي تتناولها. وأنا يعني حاولت بشكل أو بآخر أن أكون يعني متوازن، أنشر فيديوهات باللغة العربية وفي اللغة الكردية، وهذا الفيديو من ضمن هذا الموضوع، لأنه الزعيم العراقي جلال طالباني الزعيم الكردي يعني كان زعيما مش بس للأكراد، كان زعيما للعرب أيضا في فترة رئاسته جمهورية العراق، وفي فترة من الفترات من حياته النضالية كان على تماس مع الحركة الوطنية الفلسطينية، وتحديدا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فالموضوع اللي راح أتناوله حاليا في هذا الفيديو هو وجود السيد جلال طالباني، الراحل جلال طالباني، في أماكن شهدت يعني أحداث اغتيال سياسي، طاولت فلسطينيين، ويعني طاولت عرب وأكراد. تلك هو كان قريب من المنطقة، ونصح الضحايا بأنه أن يتوخوا الحيطة والحذر، وأن الإسرائيليين كذا وكذا وكذا، ويعني يشير عليهم ببعض الملاحظات. لكن كل الضحايا الذين استهدفتهم عمليات الاغتيال يعني لم يكترثوا بنصائحه، وفقدوا حياتهم جراء ذلك. السؤال يعني هذا الحدس الأمني، هذا الحبس يعني الأمني، رغم أنه يعني جلال طالباني لم يكن رجلا عسكريا بمعنى الكلمة قياسا بنشروان مصطفى، وحتى قياسا بمسعود برزاني، يعني لم يخوض المعارك، لم يكن قائد عسكري ميداني صاحب خطط عسكرية وصاحب دهاء عسكري. لا، كان رجل سياسي، وبالتالي هذا الحدس الأمني يفترض به أن يتوفر لدى من يعملون في يعني حقل الخطط أو وضع الخطط الاستراتيجية العسكرية والأمنية. لكن حالة جلال طالباني هنا يعني تفرض نفسها على أنها يعني مسألة استثنائية. ويعني تلك الأحداث من مطلع السبعينات وحتى نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات في عواصم أوروبية جرت جرائم اغتيال سياسي. جلال طالباني كان قريب من المكان، يعني وجوده كان متزامن بتلك الجرائم. هلا بعض أصحاب عقلية المؤامرة ضمن الاتحاد الوطني الكردستاني أو من مريدي إمام جلال طالباني ربما يقولون أنه هوشنگ يريد إلقاء الشبهة على إمام جلال ويريد الشهرة، من الكلام البايخ والتافه اللي أحيانا يعني ولماذا الآن بالذات بالتزامن مع ذكرى رحيله أصلا. يعني حتى مذكرات إمام جلال طالباني أعتقد أنه صدرت بعد رحيله يعني.
المصدر اللي أنا بعتمد عليه في يعني استقاء المعلومة والتعليق عليها يعني. والتعليق على كلام مام جلال نصا بالنص وبالصورة والكتاب اللي أنا بستند عليه مذكرات مام جلال طالباني، وهو عبارة عن حوار مطول، يعني مش مام جلال كتب المذكرات هي، هو عبارة عن حوار مطول أجرى مع صلاح رشيد. وأعتقد صلاح رشيد كان يمكن حتى الآن أو كان سابقا من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني. والذي عرب هذه المذكرات هو الكاتب والصحفي شيرزاد شيخاني. شيرزاد الشيخاني اللي يعني في فترة من الفترات كان يركز في نقد الفساد في كردستان، وبعدين يعني صار مقرب من الاتحاد الوطني، وصار يعني توقف عن انتقاد هذا مش موضوعنا. فالذي عرب هاي المذكرات من الكردية إلى العربية والكاتب الصحفي المعروف والمحترم شيرزاد شيخاني. هاي المذكرات صدرت على حلقات في جريدة الصباح العراقية، والاتحاد الوطني، الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، الموقع الرسمي أعاد نشر تلك الحلقات نقلا عن جريدة الصباح في الموقع الإلكتروني. أنا لم أقرأ الكتاب بصراحة، الكتاب يمكن أكثر من 500 صفحة، لكن قرأت كل الحلقات، كل الحلقات اللي نزلها موقع أو نشرها موقع بيو كي ميديا، بوك ميديا، أو على الموقع. وأعتقد ما زالت الحلقات موجودة. أنا قرأت كل هذه الحلقات، ويعني نزلت الحلقات على ملف وورد عندي. يعني أنا قرأت الكتاب لكن ليس ككتاب، كحلقات منشورة في الموقع الرسمي. وراح أحاول يعني المعلومات، أنا عندما كنت أقرأ هاي الحلقات أسجل يعني ملاحظاتي وألون الكلام الموجود الوارد، وأخذ أحيانا سكرين يعني للكلام، لأنه ببالي أنه يعني سأعود إليه. يعني طبعا هذا الكلام يمكن من شي سنة ونص أو سنتين أنا قاري هاي المذكرات، فحان الوقت لكي أعود إليها وأتناولها بشيء من المراجعة وبتسجيل الملاحظات على كلام الزعيم الكردي الراحل الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة مام جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق، الزعيم الكردي الراحل، الرئيس السابق للاتحاد الوطني الكردستاني، وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني. معروف عنه مام جلال يعني دماثة الخلق وروح يعني الفكاهة والمداعبة والمزاح والنفسية المتواضعة والثقافة والدهاء السياسي. من خلال هاي المذكرات وما ورد فيها يعني أنا اكتشفت الحدس الأمني لدى مام جلال، أنه كان يتوقع أن يتم استهداف مثلا شخصية مثل غسان كنفاني، الكاتب والروائي الفلسطيني المعروف والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكان يتوقع حدوث استهداف شخصيات وسيأتي على ذكرها يعني، لكن غريب يعني. أنا هل التواجد في هذه الأماكن بالتزامن مع استهداف شخصيات وقيادات عربية وكردية في برلين، في فيينا، في باريس، في بيروت، ونصائح مام جلال أنه نصحهم ولم يعملوا بنصائحه، غريب هذا التفصيل من تجربة مام جلال طالباني في تقديري يستحق الملاحظة والمراجعة والتدقيق والتمحيص بهذا الخصوص. كيف جرى ذلك؟ وربما يعني
يعني نحن بنعرف عن الإمام جلال طالباني الدهاء السياسي، نعم، الحنكة السياسية، نعم، حس المداعبة والفكاهة والمزح والتنكيت والقصص هي، نعم، هذا كلام يعني متداول. لكن الحس والحس الأمني الخطير وتواجده في أماكن شهدت عمليات اغتيال سياسي خطيرة قامت بها إسرائيل والنظام الخميني، واستهدفت قيادات فلسطينية وعربية وكردية. هذا الموضوع بصراحة يعني لا، أنا ليس لدي تفسير حول هذا الموضوع. لا يوجد لدي تفسير هذا الموضوع، فقط أنا سأطرح الأسئلة استنادا على مذكرات مام جلال طالباني، أكرر استنادا على أقواله، ومع إيراد بعض الصور سكرين يعني لتلك الأقوال في سياق هذا الفيديو. إلى الصورة الأولى. مثل ما شفتوا بالصورة السكرين المأخوذة يعني من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني على شبكة الإنترنت، وهي لكلام الزعيم جلال طالباني حول حادثة مقتل حادثة اغتيال، جريمة اغتيال الروائي والصحفي الفلسطيني المعروف يعني غسان كنفاني، مطلع السبعينات ب 72 في صيف 72. فاللي ما بيعرفوا كثيرين يعني أو قلة يعني حتى من العرب إنه جلال طالباني كان عضو في جبهة التحرير، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان بيساعدهم في بعض الأمور اللوجستية وتزوير جوازات السفر، لأنه كان يعني يجيد اللغة الفارسية، فبيساعدهم في هيك قضايا وأمور. وبعتقد أنه اشتغل يعني فترة في مجلة الهدف اللي كانت تصدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فترة وجود غسان كنفاني، كان يرأس تحرير المجلة، وبسام أبو الشريف القيادي المعروف كمان كان موجود في المجلة. مثل ما يعني يظهر في الصورة وكلام الزعيم جلال طالباني، أنه نصح أكثر من مرة، نصح غسان كنفاني توخي الحيطة والحذر والإسرائيليين والموساد وشوفير، أنت لازم يكون لك شوفير، وما لا تقود السيارة لوحدك، وتحط السيارة بالمرآب، ورسائل اللي عم تجيك على أساس أنه رسائل لأنه كان يرأس تحرير المجلة، فطبيعي يكون لديه بريد يعني. فلا، هاي الرسائل ينبغي أن تخضع للتفتيش قبل أن تصلك، ربما تكون مفخخة. التفاصيل الأمنية يعني تنبأ بها مام جلال طالباني الزعيم الكردي، اللي ما له يعني مشكلة وجودية مع الموساد الإسرائيلي، ما له يعني قضيته قضية أخرى، لكن الحس الإنساني والحس الأممي والثوري جعل أنه يتضامن مع الحركة الوطنية الفلسطينية، ويكون له موقع داخل الاتحاد الوطني، داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني. عم بحكي نحن بمطلع السبعينات، يعني في 71 72 في تلك الفترة، ويذهب إلى أوروبا ويعني يساعد التنظيم الفلسطيني في بعض العمليات الخطيرة كمان يعني. فبينصح يعني معنى ذلك أنه
أنه جلال طالباني مش كان يعني هالعنصر العادي في جبهة التحرير، لا كان يعني قريب من القيادة، ويعني في مركز حساس كمان، يعني مش بس لأنه عم يشتغل في مجال الهدف، لا لأنه وفق ما هو موجود في المذكرات أنه تم تكليفه حتى بمهام حساسة في أوروبا. إذا جلال طالباني قريب جدا من دائرة القرار داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقت ذاك، ونصح الراحل غسان كنفاني، لكن غسان كنفاني لم يأخذ يعني بنصائح وإرشادات جلال طالباني على محمل الجد، وحدث ما حدث. مش بس هيك، في الصورة كمان يعني الكلام واضح انه هو نصح بسام ابو شريف كمان انه توخى الحذر، انت رح تكون الثاني، انت رح تكون الثاني. وكأنه هالحدس هالحدس الامني عند مام جلال انه الاول كان غسان كنفاني والثاني بسام ابو شريف، وبالطريقه نفسها انه الرسائل، فحص الرسائل. وبسام ابو شريف كمان لم ياخذ تلك النصيحه، وانفجرت فيه رساله مفخخه، وكمان يعني نجا من الموت باعجوبه، ويعني طبقا لما هو وارد في هذه المذكرات أو الحوار الذي أجري مع مام جلال طالباني، وصدر على أنه هي مذكرات، يعني لم يكتبها بيده، إنما يعني عن طريق الحوار الصحفي. فأنا يعني أستغرب، أنا يعني كواحد اشتغل في حقل الصحفي والصحافة الاستقصائية وهيك، يعني واستنادا على هذا الكلام انه غسان كنفاني الاول وانت الثاني، والطريقه النصائح اللي قالها جلال طالباني فيما يتعلق بتفخيخ سياره غسان كنفاني، والارشادات اللي قالها لبسام ابو شريف ولم يلتزم احد، يعني وكانه جلال طالباني مطلع، او وكانه هذا الحدس الامني يجعله هيك يعني يعني وكأنه خابز وعاجن الموساد، بيعرف كيف انه الموساد ممكن ان يستهدفوا غسان كنفاني وبسام ابو شريف. هذا بالنسبة للحادثة الأولى، حادثة الاغتيال الأولى التي طاولت مع الأسف يعني شخصية سياسية أدبية ثقافية مهمة، ليس فقط فلسطينيا إنما عربيا، وفي يعني في ريعان شبابه. ولو يعني أنصت إلى نصائح مام جلال لما جرى. لو أنصت لحدس مام جلال الأمني في استشفاف المستقبل واحتمالات يعني طرائق استهداف القيادات الفلسطينية، يعني استهداف الموساد للقيادات الفلسطينية، لما حدث ما حدث. إلى الصورة الأخرى ونعود. في الصورتين المأخوذتين من أقوال جلال طالباني بيحكي عن علاقته مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتنظيم الخارجي. مش بس يعني كانت علاقته مع الدائرة الإعلامية وجريدة ومجلة الهدف، لا، كان له علاقة مع وديع حداد، المسؤول التنظيم الخارجي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولمن يود بس واحد إذا بده يعرف مين هو وديع حداد وكيف قتل، بس يحط اسمه في جوجل، محرك البحث جوجل، راح يحصل على المعلومات اللي على أي حال.
جلال طالبان يتحدث ويقول طبيعة علاقته أنه هو عبارة عن يعني مش بس كان في الحقل الإعلامي، لا، في الحيز الأمني كمان، وفي التنظيم الخارجي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وساهم في بعض العمليات، ويكشف يعني أنه إحدى تلك العمليات كانت يعني خطف طائرة إسرائيلية من روما. خطف طائرة إسرائيلية من روما، يعني هذا طبقا للكلام الوارد في مذكراته. ومهمته مش بس يعني تزوير الوثائق وباسبورتات وهيك قصص، لا، إدخال الأسلحة. ويتحدث هون عن حادثتين: حادثة جرت في فيينا في منزل وديع حداد، أنه هو كان موجود في هذا المنزل، ونتيجة دعوة بعض الأصدقاء أصدقائه في فيينا وعتابهم ترك المنزل وراح لعندهم، وكان عنده شوية متعلقات، مسدس ومصاري ووثائق في بيت وديع حداد. في فترة في فترة تركه لذلك المنزل، الموساد دهم منزل وديع حداد وقتل من فيه. وصادر المتعلقات لما متعلقات جلال طالباني في تلك الفترة. يعني ما بعرف، يعني الموساد الإسرائيلي إذا يعني بكل تأكيد، طالما الموساد الإسرائيلي مطلع على حركة وديع حداد ومطلع على حركة غسان كنفاني وتفاصيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مش معقول انه الموساد الاسرائيلي ما يكون مطلع على دور ووزن جلال طالباني داخل تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. مش يعني ما في حدا يجي يقنعني انه جلال طالباني كان نقطة عمياء او منطقة مجهولة للموساد الاسرائيلي. اكيد الموساد الاسرائيلي كان يتابع في تلك الفترة، يعني جلال طالباني في فترة السبعينات، ودوره الإعلامي ودوره الأمني والعسكري داخل الجبهة الشعبية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخاصة عملية خطف الطائرات اللي هو بنفسه يقر أنه كان ضالع في إحدى العمليات. إذن هون في هي الصورتين بيحكي عن حدثين: الحدث الأول جرى في فيينا وفي فترة متقاربة، يعني وجوده في منزل وديع حداد ومداهمة منزل وديع حداد وقتل من الموجودين في المنزل طبقا لكلام جلال طالباني، وأنه نجا بمحض الصدفة من هذه العملية على أساس أنه هو كان مستهدف. السؤال اللي بيطرح عليه يعني الصحفي صلاح رشيد، أنه هل كنت مستهدفا من الموساد؟ هذا السؤال يورد هذه الحادثة. طبعا هذه الحادثة لا يمكن البت فيها أنه جلال طالباني كان المستهدف، لأنه المنزل هو منزل وديع حداد، ووفق الأهمية والخطورة والمسؤولية وديع حداد أهم من جلال طالباني، وبالتالي المستهدف كان وديع حداد مش جلال طالباني في تقديري. لكن تزامن وجود جلال طالباني في منزل وديع حداد وفي فيينا في تلك الفترة طبقا لكلامه، هو أورد هذا الحدث. جلال طالباني أورد هذا الحدث على أنه استهداف لجلال طالباني، يعني وأنا أستبعد في هذا الخصوص أنه جلال طالباني كان مستهدفا في هذه الحادثة، ويمكن الخوض في تفاصيلها من قبل باحثين آخرين يتناولون هاي يرجعوا التاريخ لوراء ويجيبوا الأحداث ويربطوها ببعض. إجمالا الحادثة الأولى هي استهداف بيت وديع حداد أو استهداف وديع حداد في تلك الفترة، ووديع حداد لم يكن موجود، نجا من المسألة. ولمن يعلم يعني وديع حداد والجبهة الشعبية كمان كشفت، والموساد الإسرائيلي أحد ضباط الاستخبارات الإسرائيليين كمان ذكر في مذكراته أنه قتل بدس السم في قطعة شوكولاتة عن طريق
عميل عراقي تابع للموساد موجود داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. إذا وديع حداد قتل بالسم في 78 في ألمانيا الشرقية. إذا الحدث الأول اللي تزامن مع وجود جلال طالباني هناك كان في فيينا، واستهداف منزل وديع حداد ومقتل من كان موجودا في ذلك المنزل. القصة الأخرى يعني مخطط اختطاف الطائرة الإسرائيلية من روما، اللي كان يفترض أن يعني أن الحادثة المخطط أن يتم. على العكس الموضوع انقلب على جبهة التحرير، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، وتم تصفية واستهداف باسل الكبيسي، وهو أكاديمي عراقي، ويعني أحد رموز حركة القوميين العرب، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبإمكان يعني من يريد البحث من هو باسل الكبيسي أن يجري عملية بحث يعني يجد المعلومات. إذا باسل الكبيسي تم استهدافه في 73 أعتقد في نيسان 73، يعني بمرور ما ينوف عن عام عن استهداف غسان كنفاني. الفاصل الزمني بيناتهم تقريبا سنة، طبقا للمعلومات اللي أنا شفتها في موقع جريدة مجلة الهدف اللي يحيي ذكرى يعني بتلك المقالة. مجلة الهدف تحيي ذكرى باسل الكبيسي كأحد رموز وفي الصورة وفي مذكرات جلال طالباني أنه جلال طالباني نصح باسل الكبيسي بتغيير الأوتيل ومواضيع تتعلق بإجراءات السفر، ولكن باسل الكبيسي لم ينصت لنصائح مام جلال طالباني ولم يأخذها على محمل الجد، ودفع حياته ثمنا لذلك. يعني إذا هنالك حدثين، الحدث جرى في فيينا، والحدث الآخر في باريس. وكان لجلال طالباني حضور بشكل أو بآخر في الموقعين، أو له علاقة مباشرة مع المستهدفين في الموقعين. هذا كمان، هذا الوجود، هذا التزامن، هذا الحدس الأمني والاستشراف الأمني فيما يتعلق بموضوع استهداف الفلسطينيين وقيادات الجبهة الشعبية الفلسطينية، حقيقة يعني خلق علامة استفهام لدي. لا توجد لدي إجابة في هذا الخصوص، إنما يعني الموضوع يعني سؤال غريب، يعني في هذا هل التزامن المكاني والعلاقة مع الأشخاص وكذا. بالنسبة لي يعني موضوع يعني غريب. إلى الصورة الأخرى، وثم نعود للتعليق عليها. كمان في هذه الصورة أيضا كلام لإمام جلال طالباني وفي برلين بالتزامن مع يعني انعقاد مؤتمر الأحزاب الاشتراكية والأحزاب اليسارية في طبعا بعد انهيار جدار برلين في 93. شارك في هذا الملتقى السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة دكتور صادق شرفكندي. دكتور صادق شرفكندي أتى يعني لزعامة هذا الحزب بعد اغتيال زعيم الحزب دكتور عبد الرحمن قاسم له في فيينا، كمان في فيينا في 89.
الصورة هنا يعني تتحدث عن وجود الاثنين، يعني صادق شرفكندي وجلال طالباني في برلين في تلك الفترة، وأنه جلال طالباني نصح صادق شرفكندي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأخذ الحيطة والحذر، أنه ينبغي أن يعني النظام الإيراني ربما يستهدفه. وأيضا نفس القصة لم يكترث صادق شرفكندي بتلك النصائح، وقال أنه اتخذوا كل الإجراءات والتدابير اللازمة واغتيل في مقهى ميكونوس في برلين، ويتحدث عن تلك التفاصيل. أيضا يعني وجود جلال طالباني في المكان وفي يعني في برلين، ما بقول أنه كان موجود في مقهى ميكونوس، في برلين، والنصائح التي أسداها والإرشادات التي أسداها لجلال طالباني أو التي قالها لي صادق شرفكندي، وعدم اكتراثه بتلك النصائح والتحذيرات والتنبيهات والحدس الأمني والاستشراف الأمني، يعني كلفته أنه أن يدفع حياته ثمنا لذلك. كمان يعني شيء غريب، هي كمان حدث ثالث أو رابع يكون فيه مام جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني، مؤسس الاتحاد الوطني، زعيم الرئيس العراقي السابق، موجود في موقع جريمة اغتيال سياسي، هذه المرة تستهدف قياديا كرديا إيرانيا. ومعلوم يعني مدى هلا ما فينا نحكي عن علاقة مام جلال مع إسرائيل والموساد يعني لا سمح الله مشان ما حدا يروح هيك وهيك، لكن لا أحد لا من الاتحاد لا خارج الاتحاد لا النظام الإيراني لا داخل لا خارج النظام بإمكانه أن ينفي على علاقة الوطيدة القوية بين الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب علماني وحزب يساري مع نظام طائفي ديني ثيوقراطي عفن قاتل فاشي مثل النظام الإيراني، تنظيم بهاي المواصفات الاشتراكية والعلمانية وهيك قصص، مع نظام من النموذج العفن النتن. هذا ما في حتى هذه اللحظة يعني يعني النظام الإيراني بشكل أو بآخر يدير يعني حزبا علمانيا من وزن الاتحاد الوطني الكردستاني، ويتدخل في شؤونه ومين حتى في خلافاته الداخلية يعني. وهي أتمنى أو مش أتمنى، أتحدى القيادات الموجودة حاليا في المكتب السياسي، سعدي بيرة، ملا بختيار، كل هؤلاء أن يدلبوا بدلوهم وبرأيهم أنه لا، هذا الكلام مش صحيح، والاتحاد الوطني بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من ما يشاع عن علاقته بالنظام الإيراني والتدخلات الإيرانية والنظام الخمينوي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وينفو ذلك. جلال طالباني يعني مدح الخميني أكثر من مدحه، وأصلا لم يمدح عبد الرحمن قاسم له في كل مذكراته 4 كلمات. رأيي في عبد الرحمن قاسم له يقول الرجل له سلبيات وله إيجابيات، رغم في يوم من الأيام عبد الرحمن قاسم له كان وسيط بين النظام العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني فيما يتعلق بالمفاوضات بين الطرفين في 83، ويقولها لا ينكرها يعني لا الاتحاد الوطني ولا الديمقراطي الكردستاني في تلك الفترة وساطة عبد الرحمن قاسم له. هلا أنا سويت فيديو خاص عن عبد الرحمن قاسم له، وتناولت فيه كيف يعني الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني تناولوا حادثة وجريمة اغتيال هذا القيادي والزعيم الكردي الكبير والزعيم الكردي المثقف والزعيم والسياسي الكردي اللي يعني
الذي يعني يتجاوز في ثقافته جلال طالبان يعني بصراحة. يعني تحدث في هذا، واتصل بي يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني في له عدة يعني انشقاقات أو فروع أو هيك شيء، انشقاقات. آه، مصطفى هجري أعتقد، رجل ثمانيني يعني، وأحد مصطفى، لا مش مصطفى هجري، نسيت اسمه، القسم الثاني يعني من الاتحاد، من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، اتصل بي، وأنا أحترم سنه يعني وتجربته النضالية وكل هذه التفاصيل. اتصل بي شاكرا وقال بما معناه أنه يا وشق أنت أحييت هذا الرجل من جديد. ودار بيني وبينه بعض النقاش، يعني هو يتحدث بالسوراني وأنا أتحدث معه بالكرمانجي، ودار بيننا. سألته، طرحت عليه يعني بعض الأسئلة، أنه في فترة اغتيال، في فترة اغتيال آه، عبد الرحمن قاسم له، هل أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني بيان تنديد بتلك الجريمة؟ الرجل قال لا، قال لم. والآن أعتقد موجود حاليا في منطقة السليمانية ومنطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. الرجل قال لا، أنا ما شفت. على العكس أعطاني معلومة غريبة، مش مصطفى هجري، ما نسيت اسمه، زادان، ما عاد أتذكر شو اسمه. فاتصل بي و يعني تحدثنا مطولا على الهاتف، ورقمه موجود عندي، يعني سأعود إلى اسمه. اتصل بي وأعطاني معلومة غريبة. قال إنه جلال طالباني في تلك الفترة كان في إيران، ويعني على إحدى الإذاعات الإيرانية علق على جريمة اغتيال عبد الرحمن قاسم له، واتهم نظام صدام حسين باغتياله. يعني شيء غريب عجيب، يعني حس الدعابة والفكاهة والطرافة والنكتة عند جلال طالبان، يعني في أمور كثيرة موجودة يعني، وفي محطات كثيرة، والكثير من القيادات الكردية والعراقية وحتى العربية بيعرفوا هذا الشيء. لكن أن يصل به الرأي والموقف أنه أن يتهم نظام صدام حسين باغتيال عبد الرحمن قاسم له، هذه المعلومة أنا أخذتها من فم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي اتصل بي. يعني أنا فعلا غريب يعني. إجمالا المفاوضات التي جرت بين الديمقراطي الكردستاني الإيراني والنظام الإيراني، كان الاتحاد الوطني الكردستاني له دور فيها، كانت موجودة في منطقة في مناطق يعني بالتنسيق مع الاتحاد الوطني. فيما بعد أراد عبد الرحمن قاسم له نقل تلك المفاوضات إلى فيينا، في معزل عن حتى في معزل عن قيادة حزبه كمان. ربما أنه كان يشك أن قيادة الحزب مخترقة أو ما إلى ذلك، ولكي لا يكون تحت وصاية الاتحاد الوطني. لا أعلم يعني شو هي الأسباب والخلفيات نقل المفاوضات ما بين عبد الرحمن قاسملو والنظام الإيراني إلى فيينا. ويعني عبد الرحمن قاسملو اغتيل، وفريق الإعدام كان يعني من ضمن، حتى الآن النمسا تتكتم عن تفاصيل التحقيق ولا تكشف، تعتبره عن شيء يعني وكأنه، هل النمسا متورطة أيضا في اغتيال عبد الرحمن قاسملو؟ ما بعرف. يعني الدول تتكتم على الأسرار وتكشف عن الأسرار بعد مرور 30 سنة أو 50 سنة، يعني من ال 89 وحتى الآن. أكثر من
3 عقود مرت على جريمة اغتيال عبد الرحمن قاسم، والنمسا لا تكشف عن تفاصيل التحقيق. لكن ما سرب أنه هنالك يعني محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق كان ضالع في اغتيال عبد الرحمن قاسم له في تلك الفترة التي كان يتولى فيها منصبا أمنيا في داخل الحرس الثوري أو المخابرات الإيرانية. تفاصيل أخرى، هل الاتحاد الوطني الكردستاني أو مام جلال ضالع في هذا الموضوع؟ أنا ما بعرف. السلطات النمساوية هي التي تعلم، وهي التي بإمكانها أن تكشف عن تفاصيل هذا التحقيق. إجمالا يعني الموضوع عبد الرحمن قاسم لو أنا تناولته في فيديو سابق، سأنشر الرابط أسفل هذا الفيديو. لكن الصورة أو ما جريمة الاغتيال المحققة، يعني أنه جلال طالباني كان موجود في برلين وعلى تماس مباشر ويصدي النصح والإرشاد والتنبيهات والتحذيرات لصادق شرفكاندي الذي اغتالته السلطات الإيرانية. طبعا يعني بهذه المناسبة يعني، وأنا يعني لا أناشد، هذا واجب، هذا لا يستحق مناشدة. يعني حكومة كردستان العراق ممثلة في يعني في العائلة البرزانية، كاك مسعود، كاك نيتشير، كاك نيتشيرفان. يعني الخلافات مع عبد الرحمن قاسم له طوال الزمن يعني، وتبقى جزءا من التاريخ. عبد الرحمن قاسم له أحد شهداء الأمة الكردية، أحد قادة وزعماء الحركة التحررية الكردية، قتل غدرا وغيلة في سبيل القضية الوطنية الكردية في إيران. يعني علاقته بصدام حسين، تواصله مع صدام حسين، هذه قضايا خلافية أخرى، لكنه أحد رموز وقادة الحركة الوطنية الكردستانية بامتياز، وله يعني دوره الإيجابي فيما يتعلق بمراحل التفاوض ما بين صدام حسين والديمقراطية الكردستانية والاتحاد الوطني الكردستاني. يؤسفني القول أنه حتى الآن لا توجد هنالك مكتبة باسم عبد الرحمن قاسم له في كردستان العراق. لا يوجد هنالك حتى الآن شارع في كردستان العراق باسم عبد الرحمن قاسم، حديقة باسم عبد الرحمن قاسم له. يعني هذا الظلم، يعني ظلم للرجل. يعني يعني أتمنى من حكومة الإقليم أن يعني تزيل هذا الظلم بحق هذا الرجل وتعيد الاعتبار. هذا حق عبد الرحمن قاسم له على الشعب الكردي، هذا حق عبد الرحمن قاسم له علي أنا وعلى كاك مسعود وكاك نيتشير وكاك وقيادة، حتى قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، يعني أن يتم تكريم هذا الرجل. ويعني هو مش أنا الذي أمنحه، هذا حقه، هذا الرمز من رموز الحركة الوطنية التحررية الكردية وأحد شهدائها الكبار والعظام. يفترض يعني أن يتم تلافي هذا الموضوع ويتم يعني تكريم هذا الرجل بما يليق بحكومة كردستان العراق، وبما يليق ب عبد الرحمن قاسم له. ومش بس عبد الرحمن قاسم له، صادق شرفكندي أيضا يعني. ومش بس صادق شرفكندي، حتى سليمان معيني ويعني كاك مسعود الآن يعني يستمع، أو هنالك من سينقل له هذا الرأي. أعتقد أنه يعني أن التاريخ ينبغي أن يعاد يعني ويراجع. وأنا واثق من النفس النقدي والحس النقدي والموقف النقدي لدى كاك مسعود بارزاني. وهو في كتابه، يعني في مقدمة كتابه الحركة الوطنية البارزاني والحركة الوطنية الحركة التحررية الكردية، كتب اعتذار رسمي للشعب الكردي بما يعني ما يستوجب الاعتذار بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن والده
وعن شقيقه الراحل إدريس البرزاني. يعني هذا وشفت يعني أماكن نقدية حتى فيما يتعلق بثورة أيلول والعلاقة مع عبد الكريم قاسم. هذا الحس النقدي في مراجعة التاريخ ومحاولة تصويب المواقف التاريخية. طيب إذا عبد الكريم قاسم والعلاقة مع عبد الكريم قاسم استوجبت وفعلا تستوجب يعني من كات مسعود بارزاني انتقاد حزبه يعني في التعامل مع ثورة عبد الكريم قاسم ونظام عبد الكريم قاسم، أنه كان بالإمكان تلافي يعني أو كان بالإمكان يعني أفضل مما كان يعني فيما يتعلق بالعلاقة بين الحركة الكردية وعبد الكريم قاسم، لكن جرى ما جرى. طيب هل ألا يستحق عبد الرحمن قاسم له أيضا التفاتة من هذا النوع؟ يعني أتمنى ذلك، يعني أتمنى ذلك. إجمالا يعني في هذه المحطات، في هذه المواقف، فيما يتعلق بتجربة مام جلال طالباني الزعيم الكردي، هل التعليقات وهذا الرأي والمستند إلى هذه المعلومات لا يقلل من أهمية مام جلال طالباني كزعيم كردي، كزعيم سياسي، كرجل وطني أخلص لقضيته وأخلص لحزبه، مع كل السلبيات التي يمكنني أن أسجلها على تجربته السياسية، سواء داخل في فترة وجوده داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني وفترة انشقاقه هو وحماه عن الديمقراطي الكردستاني مطلع الستينات ومنتصف الستينات، والكراهية التي أصلها هو وحماه الراحل إبراهيم أحمد ضد الديمقراطي الكردستاني وضد العائلة البرزانية. كل هذه التفاصيل هي ملك للتاريخ. جلال طالباني ليس ملك عائلته وليس ملك الاتحاد الوطني الكردستاني، ملك للتاريخ الكردي. بإمكان أي من الكتاب، وهذا حق، هذا حق مش منا يعني، لأي كاتب كردي باحث كردي وحتى باحث عربي أن يعود إلى تاريخ جلال طالباني وينقب فيه ويحلل ويحاول إضاءة بعض النقاط. كذلك الأمر يتعلق بتاريخ وتجربة ملا مصطفى بارزاني، ملك للشعب الكردي ككل. مراجعة تجارب القادة الكرد عبد الله أوجلان، ملا مصطفى بارزاني، مسعود بارزاني، جلال طالباني، صادق شرفكندي، عبد الرحمن قاسم له، كل القيادات الكردية هي يعني تاريخها هي يعني هو يعني جزء من تاريخ الشعب الكردي، ويحق للمثقفين والكتاب الكرد مراجعة هذا التاريخ بالتدقيق والتمحيص والنقد أيضا. يعني هكذا تتقدم الأمم، هكذا تتطور الديمقراطيات. الديمقراطية ليست شعار. يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني، كلمة الديمقراطية الموجودة في اسمه منذ ولادة هذا الحزب وحتى هذا اليوم ينبغي أن تجد طريقها ومنافذها للتطبيق. يعني ينبغي لإعلام الديمقراطي الكردستاني ومراكز البحوث والدراسات التابعة لهذا الحزب أن تكون مفتوحة على المراجعة النقدية وانتقاد هذه التجربة بشيء من الموضوعية والإنصاف والتوازن، بعيدا عن التحليل والتطبيل. كذلك الأمر فيما يتعلق بتجربة الاتحاد الوطني الكردستاني، وأيضا تجربة حزب العمال الكردستاني وباقي الأحزاب الكردستانية الأخرى. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.